السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يعني الأغلبية جاي يعانون من الإبلاغات اللي تجي على حساباتهم على الفيسبوك، يعني وجاي يتهكرون. فطريقة كيفية تحمي حسابك الفيسبوك من الإبلاغات طريقة جدا سهلة. يعني تطور حسابك، تسوي حساب مطور بحيث انت لا تريد تلغي تنشيط حسابك ما راح يعني يلغي، يقول لك حساب مطور. يعني طريقة مضمونة. يعني طورت حساب واشتغلت عليه هكر، ردت هكر ما تهكر عندي، يعني أبد ما تهكر. فحاولت يومين أني أبلغ كودات عليه، إزالة وما انزال الحساب لأن طورته. فاتبعوا الخطوات. هنا تدخل على متصفح الجوجل. بعد ما دخلت على متصفح الجوجل تكتب هنا فيسبوك. للمعلومة يعني اللي حسابه مثل ما مسوي عليه ايميل فما راح يصير، ما راح يطوره. لازم مسوي على رقم تليفون، فلازم ايميل. اللي عنده يعني يسوي حسابه على رقم تليفون وما عنده ايميل يضيف ايميل لحسابه حتى يطوره ويحميه من البلاغات. فهنا عندنا هنا اول مرحلة قم بتسجيل الفيسبوك. يعني اوتوماتيكيا يعني عنده حساب مسجله على جوجل، وهذا الحساب اللي راح اشرح لكم عليه وراح اطور هذا الحساب. يعني انتوا اكيد ما راح تدخلون، راح اقول لك دخل الرمز والايميل حتى تدخل حسابك. بعد ما دخلت لحسابك تدخل على هاي النافذة. ورا ما تدخل على هاي النافذة تضغط عليها هنا هاي زائد، تفتح نافذة جديدة وتكتب تطوير. فعندك هنا مثل ما تشاهدون تدخلون هنا على تطوير الفيسبوك. أول وحدة تدخل عليها، فأوتوماتيكيا ما بعد من سجلت أنا حسابي على جوجل، فحسابي أنا عندي مسجل. فهو قبل دخل لي البرنامج حسابي هذه دخل البرنامج. هنا عندك بدء استخدام النظام التشغيل، بدء الاستخدام على نظام التشغيل اضغط عليها. يطلع عندك بدء سريع لنظام التشغيل، بدء سريع لنظام التشغيل. فهنا تكتب اسم الحساب، يعني هو اي اسم يستقبلوه بس الافضل تكتب اسم الحساب مالتك اللي تريد تطوره. بعد ما تكتب اسم الحساب تدخل هنا هنا يطلع لك إنشاء معرف التطبيق الفيسبوك الجديد، تضغط عليها. هنا يطلب من عندك هذا اسم الحساب كتبته، يطلب عندك الأميل هذا تكتبه هنا لازم. بعد ما تكتب الأميل تختار الفئة. بس لحظة شوي عندنا ضعيف، أسد الفيديو على ما تفتح الفئة وأكمل شرح وياكم. ورا ما طلعت لنا الفئة فعندك عدة خيارات، أي خيار هم راح يستخدمون، بس أنا أفضل أختار اتصالات. اختار الفئة اتصالات مثل ما تشوفون. بعد ما كملت هنا إنشاء معرف تطبيق تدخل عليها.
فإذا جاكم يعني هنا لازم تكتب هذا النص، فإذا جاكم هذا تقدر لماذا أرى هذا، فتحاول شنو تكتب حتى لو كلمة يعني مختلفة فينطوك أسهل من هذا، يعني تكتب هيك شو ما كان. نحاول نكتبها هاي، نكتب نكتب هذا النص وارجع لكم. بعد ما كتبنا النص خلينا نعطي قدم. هسه حساب هذا ما اللي شرحنا عليه اتطور، فهنا ندخل على النافذة، ندخل على الحساب، ندخل وين نشوفه اتطور لا لا، لازم نشوفه اعدادات الحساب، ندخل عليها الامان، هنا الغاء التنشيط، ندخل عليها يقول اختر نام، يعني تختار اي شيء. لا اجد الفيسبوك موقعا مفيدا، على اي شيء تختار. لا أشعر بالأمان عن الفيسبوك. هنا نكتب أي شيء، أي شيء ندخل نكتب شيء، نعطيه إلغاء التنشيط. المطلوب هنا يرجى تحديد سبب إلغاء التنشيط. لدي حساب على آخر على الفيسبوك، نكتب هيك. فطلع عندنا لا يمكن إلغاء تنشيط حسابك لأنه مطور الوحيد لتطبيق المنصة، يرجي حذف التطبيق أو تعيين مالك جديد للتطبيق قبل إلغاء تنشيط حسابك. يعني أنت لازم تلغيه ما راح يلغي. فهسه هذا الحساب طورناه وحميناه من الإبلاغات. أرجو منكم اشتراك بالقناة ولايك للفيديو. مع تحياتي لكم أخوكم بركان المراجل الكعبي.